أهلا بيكم وكل التفاصيل الخاصة بطرح وزارة الإسكان ل 52 شقة في القاهرة. وخلي بالكم زي ما أنا قلت لكم قبل كده إن الفترة دي مليانة بأطروحات مهمة جدا من وزارة الإسكان، إن كانت بقى جنة مصر أو سكن مصر أو إسكان اجتماعي أو حتى الإسكان الجديد اللي هو عامله حاجة اسمها الجهاز المركزي للتعمير. ده جهاز تابع لوزارة الإسكان، والجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة جواه عامل لينا 52 شقه. ال 52 شقه دول مهم جدا ان انت تعرفهم، لان انت ممكن تبقى مهتم. وخلي بالكم ال 52 شقه دول نازلين باسعار يعني قديمه، مش بالاسعار الجديده. تاني حاجه نازلين بفايده تقسيط من اول 5 سنين لغايه 15 سنه بفايده 7%. و7% ده خلي بالكم انتوا مش هتلاقوها كتير قوي اليومين دول، لان 7% دي يعني في ظل ان الفوائد في البنوك وصلت ل 20 و25%، دي نوادر وتخلي بالكم منها للي محتاج يحجز. ايه هي تفاصيل الموضوع ده؟ هنقول لك كل التفاصيل في الحلقه دي، وهنقول لك موعد كراسه الشروط، وهنقول لك الاسعار، وهنقول لك كل حاجه. بس نتمنى طبعا ان انت لو مش متابعنا لغايه دلوقتي تابعنا عشان يوصل لك كل جديد، مش المشروع ده بس، كل المشروعات اللي هتنزلها وزاره الاسكان الفتره اللي جايه وصندوق الاسكان الاجتماعي، واي مشروعات خاصه بالدوله. وهنجيب لكم كمان مشروعات خاصه من غير الدوله. يا ريت تتابعونا الفتره الجايه. اول حاجه زي ما قلنا كده، الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزاره الاسكان طرح لينا 52 وحده سكنيه جاهزه للاستلام في فبراير 2024، يعني تقريبا كده بعد حوالي 4 اشهر جاهزه للتسليم. يعني هي مبنيه يا جماعه وما فيهاش اي مشكله. الوحدات دي نصف تشطيب. يبقى مواصفات الوحدات ايه؟ نصف تشطيب. فين العنوان بتاعها بالظبط؟ هو عشان ده متاح المعاينه كمان ان انت تروح تشوفها قبل ما تحجز، ودي طبعا ميزه. ليه؟ لان انت بتتكلم في حاجات موجوده بالفعل. وانا اعتقد يا جماعه ان ده برضو زي ما انا قلت لكم قبل كده، ده بيبقى نصيب الوزاره من مشروعات وكومباوندات معموله للقطاع الخاص. بيبقى ده نصيب الايه الوزاره منها، فهي بتطرحها ايه للبيع وبتستفاد منه. العنوان بتاعها بالظبط او مكانها بالظبط بلوك رقم 21 بالمجاوره الاولى بالمجمع السكني الجديد اطلس حلوان. يعني المنطقه دي موجوده في حلوان. طبعا حلوان خلي بالكم ما حدش يبص لحلوان انها اللي بيتركب لها مترو ومش عارف ايه وبتمشي لها ده كله. لا، حلوان حضرتك الطريق الاوسطي ربط بينها وبين العاصمه الاداريه الجديده، فبقت ميزه كبيره جدا لكل الناس اللي هم في حلوان. مسافه صغيره مش كبيره، حضرتك تلاقي نفسك في قلب العاصمه الاداريه الجديده. ده بالنسبه ايه لحلوان عشان الطريق الاوسطي الجديد. الوحدات دي موجوده نصف تشطيب. المساحات بتاعتها كام؟ المساحات بتاعتها من 67 متر مربع الى 96 متر مربع. نخلي بالنا ان دي طبعا مساحات كانت موجوده من قبل كده، يعني ما بقاش الشقق الجديده ما بقاش حد يطرح مساحات، ولكن دي مساحات ودي تنفع للناس الاسر الصغيره واللي هم اصلا معاهم برضو مبالغ ايه صغيره. هنا الحجز يبتدي فعليا. وخلي بالكم المعلومات اللي انا بقولها لك دي كلام رسمي طالع من وزاره الاسكان، ما فيهاش اي توقعات، لان انا هجيب لكم بعد كده فيديوهات لتوقعات بس هنقول عليها توقعات. لكن اللي انا بكلمك فيه ده رسمي مليون في المية. النصف تشطيب دي تقدر ان انت تحجزها اعتبارا من يوم 21 11 2023. احنا النهارده اول 11، حضرتك انت هتبتدي حجز فيها من يوم 21 11. كراسه الشروط بتاعتها حضرتك تقدر تاخدها من جهاز حلوان، مش هتروح بقى تجيبها من البريد لان هم كلهم 52 شقه، مش محتاجه حضرتك ان انت بقى يطرح في البريد ويعمل الموضوع ده. ده بيتم في الاسكان الاجتماعي لانهم بيطرحوا ايه بال 100,000 شقه والكلام ده كله. لكن دول عشان 52 كراسه شروط من يوم 8 11 تقدر حضرتك مقر الجهاز بحلوان تروح تشتري ايه كراسه شروط. بكام بقى كراسه الشروط؟ ب 351 جنيه. وتشتري ايه كراسه الشروط، تعرف كل حاجه عن الوحدات. وهننزل لكم طبعا كراسه الشروط على النت هنا عشان خاطر برضو اللي مش حابب، عشان لو عايز تاخد فكره كده من بره وخلاص، ومش لازم تشتري كراسه الشروط الا لو انت ناوي تحجز، لان بيبقى فيها في النهايه طلب حجز ايه الوحده. بيبقى في اخر ورقه في الكراسه هو طلب حجز الوحده، فانت تشتري كراسه الشروط. لو عجبتك اصلا الشروط وعجبتك الشقه تشتري ايه الكراسه. واحنا هننزل لكم ايه عندنا هنا كراسه الشروط تقدر توفر على نفسك المشوار والنقل. طيب ده بالنسبه من يوم كام؟ من يوم 8 11. زي ما قلت لكم كده بالنسبه للاسعار يا جماعه، الاسعار يتراوح سعر المتر من 7000 جنيه. يعني ايه؟ يعني حضرتك الشقه اللي هي 67 متر دي طبعا في عندك ارضي وفي مقسمينها يا جماعه وعاملين جدول كده هنزله لكم، ولكن متوسط اسعار الشقق 500 600 700. احنا بنتكلم هنا في زي ما قلت لكم كده ايه متوسط اسعار متر من اول 7000.
7000 ده عشان تبقوا فاهمين نادرا ما بقى ينزل. وغير زي ما قلت لك ده مشروع قائم، يعني انت هتبقى في وسط مجتمع سكني، مش رايح مثلا مدينه جديده لا، ده انت في وسط مجتمع سكني. العيب الوحيد اللي انا شايف ان ممكن يبقى فيه مشكله ويعني خلينا نفكر بس بدل مره واثنين، موضوع ان هو نصف تشطيب، لان طبعا التشطيب دلوقتي بقى من الحاجات المكلفه جدا. واكبر ميزه في مشروعات الدوله اللي هي بتطرح حديثا ان التشطيب فيها تشطيب كامل. انت بقى بتروح تصلح مش عارف بلاطه عامله ايه عامل ايه، شويه خلاط ميه بيسرب بتاع، بس في النهايه الاجمالي بتاع الشقه كلها متشطبه، وده بيوفر عليك كتير جدا في المصروفات اللي بعد كده. ده بالنسبه ايه؟ بالنسبه لسعر المتر، وبالنسبه طبعا لكل وحده ليها المساحه بتاعتها بتضرب فين في سعر المتر. طب الشروط، هل في شروط بقى؟ انا مش عارف ما خدتش ولا لا، ما فيش الكلام ده. اهم حاجه ان حضرتك وانت بتحجز هتسدد 10% عند تقديم الطلب، تقريبا كده 50000 تقريبا. ليه؟ لان الوحدات زي ما قلت لكم كده هي بتبتدي متوسط من ايه؟ من 500000. فانت تقريبا كده المقدم دفع الحاجه ده كام؟ 50000. 10% عند تقديم ايه؟ الطلب، وانت بتقدم الورق اللي في كراسه الشروط مع بقى بطاقتك والحاجات اللي هي مثلا الحاجات المستندات البدائيه اللي هي المتعارف عليها في كل حته. حضرتك بتقدر ان انت ايه؟ تسدد ال 10% وتقدم الطلب. طب تمام، انتوا كلهم اللي قدموا مثلا هم 52 وحده، اللي قدم 40 واحد، اللي قدم 50 واحد، حضرتك هيتم سداد 15% خلال 5 ايام عمل من سداد ايه؟ جديه الحجز. يعني حضرتك انت هنا جيت خلاص انت من الناس اللي تستحق هذه الوحده، لازم حضرتك تسدد 15% خلال 5 ايام ايه؟ عمل. يبقى انت مطلوب منك 10% اهي، وادي 15%، وكمان يتم عشان دي بقى السلام زي ما قلنا ايه؟ السلام يعتبر فوري بعد 4 اشهر، فانت بعد ال4 شهور حضرتك هتم تدفع دفعه السلام 25%. ايه؟ طب ما انت قلت لنا قسط عليه، اقول لك بقى باقي الثمن قسط. يعني انت عندك 50% من ثمن الوحده قسط. فانت حضرتك قسط على كام سنه بقى؟ متاح ليك 5 سنين، ومتاح ليك 10 سنين، ومتاح ليك 15 سنه. واحد يقول لي طب ايه رايك اقسط؟ اقول له لو قدرت تقسط قسط. ليه؟ لان انت هنا فايده 7% دي بيني وبينك ما بقتش موجوده. مين هيقسط دلوقتي لحد على 7% والفوائد في البنوك ب 20 و25%؟ فالموضوع صراحه فيه ميزه، فيه ميزه. خلينا كده نكون فير في موضوع التقسيط. طبعا انت لو هتدفع ثمن الكاش بيعمل لك خصم حوالي 3%. 3% مش رقم اللي هو يخليني يعني يحصل لي اغراء كده ان انا اروح ادفع ثمن الوحده كاش. ولكن في ناس ممكن تبقى حابه تدفع كاش خلاص، ما فيش اي مشكله، والمعلومه دي ممكن تبقى مفيده ليك. خلينا برضو نرجع تاني ونتكلم نقول ان انت كده دفعت كام؟ دفعت 10% او 15% و25%. كل دول بيتم دفعهم فين يا جماعه؟ في خلال ال3 4 شهور اللي هم لغايه فبراير 2024. ان شاء الله لما تيجي تستلم ال 50% الباقيين هيتقسطوا ليك اللي هم على 5 او 10 سنين بفايده 7%. مهم جدا كل الناس اللي هي اشكال العماير حلو، طبعا اشكال العماير حلوه، لكن المساحات نخلي بالنا هل هي مناسبه ولا مش مناسبه. المساحات ممكن بتصل الى 96%، يعني دي مناسبه جدا، دي تبقى 3 اوض واسعه جدا. ولكن المساحات ال 67% دي لازم طبعا تروح وتبص على الوحده ان كانت هتبقى مناسبه ليك ولا لا. ما حدش يتبسط ان سعر الوحده ده قليل قوي، ده صعب مش عارف. لا، حضرتك لازم تبقى يعني عارف انت عايز ايه بالظبط. لان طبعا انا ما احبش انصح الناس باي حاجه ويروحوا هناك يخسروا فلوس او ياخدوا حاجه هم مش عايزينها عشان خاطر احنا بنعلن. لا، احنا بعلن لك وبنقل لك صوره الاعلان، ولك اقعد بقى فكر واقعد يعني شغل دماغك وشوف هل الموضوع ده مناسب ليك، هل مش مناسب، هل انت ممكن يبقى بالنسبه لك المكان ده فيه فايده نسبيه ليك او ميزه نسبيه ليك. لو انت هتشتغل في المكان الفلاني مثلا او مدارس الاولاد المكان الفلاني، فانت تقدر ان انت بالميزه دي تقدر ان انت تحقق لنفسك منافع ثانيه. انتوا عارفين ان في اوقات كتير جدا من عمرنا بتضيع دلوقتي في الطرق، واوقات كتير من فلوسنا بتضيع في المواصلات. فدايما كده تحاول ان انت تختار المكان اللي يكون قريب لسكنك ولعملك ومدارس اولادك لو انت عندك اولاد. ولو انت حتى هتتجوز جديد لازم يكون المكان برضو فيه تقدر ان انت تتواصل بيه وان انت تقدر تحقق بيه ميزه نسبيه. دايما انا وعدتكم كل الاخبار الخاصه باعلانات الشقق وكل ما يهم هذا الموضوع من اراضي وشقق والكلام ده كله هنجيب لكم هنا كل تفاصيله. بس تابعونا الفتره اللي جايه، والفتره اللي جايه فيه طروحات سكن وجنة مصر وحتى الاسكان الاجتماعي فيه طروحات. طبعا المواعيد ممكن تبقى مش معروفه، بس هنقول لكم توقعاتنا من واقع خبرتنا اللي احنا عايشناها طول السنوات اللي فاتت. انتظرونا الفتره القادمه، ودايما نشوفكم بكل خير. شكرا لكم والى لقاء كل متابعينا الكرام.